أتوقع أن رئيس الحكومة لن يكمل السنة المقبلة في منصبه. البطالة ثابتة، الاستدانة صاعدة. لعل القجع أن يراجع أوراقه في هذا الملف. علاش الملك قطع فترة نقاهته وأوقف عطلة استشفائه؟ ولا يجب على هذه المؤسسات التمثيلية برلمان والحكومة أن تتعلم العجز وأن تصبح مثل عمال جلوفو؟ إذا لم يجد النظام الجزائري حلا لأزماته الداخلية المعقدة فقد يقترب أكثر من الخطوط الحمراء. الاقتصاد ضعيف، الشارع مكبوت، المغرب مشكلة جزائرية. لهذا لن يخرجني أحد مهما فعل عن صوابي أن الدين لله وأن الوطن للجميع. مساء الخير، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج بودكاست كلام في السياسة. في هذه الحلقة غادي نتكلم على جوج الموضوعات. الموضوع الأول هو المعركة التي تمتد من المهد إلى اللحد، أي معركة قانون الأسرة، مدونة الأسرة. والموضوع الثاني غادي نحاول ندير قراءة في فنجان 2025. سأتقاسم معكم توقعاتي لأحداث السنة المقبلة في المستوى المغرب وخارج المغرب. وبالمناسبة كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في كلام في السياسة. سؤال بسيط لكن يخبئ وراءه قصة كبيرة. علاش الملك قطع فترة نقاهته وأوقف عطلة استشفائه وخرج ليعطي انطلاق ورش إصلاح كبير اللي هو إصلاح مدونة الأسرة؟ هذا الورش الاستراتيجي الذي يسميه علماء السوسيولوجيا التحولات الكبرى في المجتمع، أو النصوص التي تحدث تحولات كبرى في المجتمع، les tendances lourdes. إنه ورش إصلاح قانون الأسرة الذي وضع مباشرة بعد الاستقلال. كل هذا لأن مدونة الأسرة بحال شي مباراة كلاسيكو، باش نقربوا الصورة لأصحاب الرياضة، دايما شاعلة، رأي ضد رأي، قانونيين ضد إيديولوجيين، مظاهرة في الدار البيضاء هادرة وأخرى صامتة في الرباط. إسلاميين تيقولوا ما يمكنش نفرطوا في النصوص المقدسة، والعلمانيين تيقولوا راه المجتمع تبدل ويجب أن نعيش العصر. والدولة كالعادة تتشوف من بعيد وتمسك العصا من الوسط. مدونة الأسرة راه ماشي قانون عادي، هذا قانون دراما إن صح التعبير، بحال برنامج الاتجاه المعاكس. وكل حلقة تجتمع فيها الإسلاميين مع العلمانيين والتقليديين مع الحداثيين، تتكون نتيجة حرب كلامية لكن بلا فائز ولا خاسر. المعركة دائما مستمرة. لكن علاش هذا القانون تكتسب هذه الحساسية كلها؟ لأنه ماشي قانون بحال القوانين الأخرى. قانون الأسرة هو آخر قلاع الدين والشريعة الإسلامية في المدونة القانونية. هذا هو القانون اللي مازال صامد قدام موجات القانون الوضعي. ثانيا لأنه اللي تيتحكم في الأسرة نواة الصلبة في المجتمع، تيتحكم في كل شيء، في التربية، في القيم، في الاقتصاد، في السياسة، في توازن القوى. وزيد على هذا قانون الأسرة ماشي قانون فئوي يمس البعض دون الآخر، راه كيشمل جميع المغاربة، 36 مليون مغربي في الداخل الوطن وحوالي 6 ملايين مغربي في الخارج، اللي مدونة الأسرة تبعهم حتى في الغربة. يعني حتى إذا كنت أو كنت عازفة أو عازف على الزواج، مدونة الأسرة عندها واحد الطريقة ذكية باش تذكرك بأنها مازال كاينة هنا، إنها غادي تتبعك في الإرث مثلا أو في التركة، أو تقول لك شكون اللي غيورث فيك وشكون اللي ما غاش يورث. الماريشال ليوطي اللي عاش في المغرب وعاشق أرضه حتى دفن فيها قبل ترحيل قبره مع موجة مغربة كل شيء، تدخل في كل شيء في المملكة الشريفة بعد عقد الحماية سنة 1912. دخل في الإدارة، دخل في السياسة، في الطرق، في تشييد الموانئ وحتى في الجيش. لكن قانون الأحوال الشخصية أعطاه اتقار. المغاربة يتزوجوا يطلقوا يورثوا كما ينص عنهم نص الدين الإسلامي أو المذهب المالكي، هو ماشي شغله مادام الأمر لم يكن يهدد سلطته الاستعمارية،
بالعكس، كان الضابط الفرنسي اللامع ماريشال ليوتي هو من اخترع عبارة الأصالة والمعاصرة، l'authenticité et la modernité. وهذا هو اللي عطى هذه الحساسية لهذا الموضوع الجدلي. موضوع الأسرة ومدونة الأسرة حساس جدلي وماشي ديال البارح. بعد سنوات من النقاش وبعد شهور طويلة من المشاورات والاجتهادات والمفاوضات والمفاضلات، قرر الملك محمد السادس أن يحرك الملف، هذه المرة بروح كما المرة الأخرى بروح توافقية وباستعمال آليات قديمة وجديدة. القديمة هي استعمال مظلة إمارة المؤمنين من أجل نسج توافق صعب حول موضوع الأسرة يصعب نسجه خارجها. وقد جربنا أزمة خطة النهوض بأوضاع المرأة مع حكومة اليوسفي وما أحدثته من انقسام في المجتمع. ذكرني استعمال الملك محمد السادس لآلية التوافق الوطني حول نص إصلاح المدونة بما قيل في مراسيم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبل سنتين، حيث ألقى كبير أساقفة كونتربري جاستين ويلبي في كاتدرائية ويستمنستر في 19 سبتمبر 2022 خطبة أثارت إعجاب الحاضرين. قال عن الملكة الراحلة: كنت تمثلين كل ما لا نختلف عليه نحن البريطانيين، كل ما لا نختلف عليه. هذه العبارة تلخص إحدى الأوجه المشرقة للأنظمة الملكية التي تجمع ولا تفرق، توحد ولا تقسم. ولهذا يسهل نسج توافقات واسعة مجتمعية واسعة حول نصوص جدلية في الأنظمة الملكية، خصوصا في البلدان العربية والبلدان النامية منها في أنظمة أخرى. جاءت توجهات المشروع الجديد من أجل إصلاح اختلالات مدونة مر عليها أكثر من 20 سنة. جاء المشروع أيضا لإنصاف المرأة والأطفال والحد من سلطة الرجل وإحداث توازن جديد في علاقة الذكور بالإناث في مجتمع يعرف تحولات عاصفة وصادمة. لكن المشروع أيضا جاء لإعطاء إشعاع خارجي للدولة المغربية كونها دولة مختلفة عن محيطها العربي، الحداثة والتقليد، أو قل تقليد الحداثة وحداثة التقليد. دولة تتكيف مع العصر بأسلوبها الخاص، تجدد أنماط التدين بهدوء، تنظر إلى الغرب ولا تنسى الشرق. المدونة أيضا فعل دبلوماسي عميق وهادئ لا ينتبه له الناس في العادة. المهم، خرج الجميع من تعديل مدونة الأسرة بشيء قليل أو كثير لا يهم. العلماء كان خاصهم تطيب الخواطر باش يجتهدوا داخل النص، حتى لو أدى ذلك إلى الابتعاد عن المذهب المالكي بعد أن صدمتهم ورقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما دفعهم لقلب الطاولة في بداية عمل اللجنة. الجمعية النسائية كان خاصهم كذلك ترتيب المطالب، استجابة لبعض رغباتهن وإقناعهن بتأجيل الباقي، لأن ما هو ممكن الآن هو هذا. وحل الدولة يقول: انظروا حولكم في العالم العربي ماذا يجري، وانظروا إلى مجتمعكم وقوة التيار المحافظ فيه. الإسلاميون الأقدر على تحريك الشارع تجاه موضوع حساس مثل هذا كان لابد كذلك من تهدئة مخاوفهم من أن التعديلات تتم داخل النصوص الشرعية وليست خارجها، وأن طابع المجلس العلمي الأعلى موجود فوق هذا التعديل، وهو يقول: لا نحل حراما ولا نحرم حلالا. ومنذ النص الأول الذي كتبه علال الفاسي رحمه الله وبعض العلماء في سنة 1957، ومدونة الأسرة مثل مسلسل تركي طويل مشوق أحيانا وممل أحيانا أخرى. طيلة حكم الملك الراحل الحسن الثاني جرى تعديل المدونة مرة واحدة سنة 1992، أي خلال 38 سنة عدل النص مرة واحدة وبصعوبة وبطريقة تقليدية. هذا كان مرتبطا أساسا بمزاج الحسن الثاني وأسلوبه في الحكم وفهمه للأسس الدينية التي تقوم عليها شرعية الحكم. قال الحسن الثاني في خطاب الاستجابة لمطالب النساء: إني أسمع وأستمع، بحثت وتباحثت، أسمع أنكن تشتكين من المدونة أو من تطبيق المدونة، لنسطر تحت تطبيق المدونة. الآن نحن نشهد تعديل هذا النص مرتين في أقل من ربع قرن، الأول كان في 2004 والثاني في 2024. هذا تطور لافت يجب أن ننتبه إليه.
إصلاح مدونة الأسرة اليوم هو محاولة لإيجاد توازن صعب بين الدين أو التدين والحقوق والحريات والواقع وتأثير الغرب في مجتمعنا. واش غادي نلقاو الحل المثالي؟ الله أعلم. لكن الأكيد هو أن النقاش مازال طويل، ربما غادي نكتشفوا أشياء جديدة في هذا الورش الكبير. هناك 4 مشاهد يمكن أن نطل عليها في حدث تعديل المدونة. المشهد الأول: الأرقام لا تكذب. نتحدث اليوم عن موضوع ساخن وحساس شغل الرأي العام المغربي، ولكنه يشغل المحاكم في نفس الوقت. أتعرفون أنه يعرض على أنظار القضاء سنويا حوالي 500 ألف قضية متصلة بالطلاق والنفقة والحضانة، بمعنى تستقبل المحاكم المملكة 1370 مغربي ومغربية بما في ذلك السبت والأحد يوميا وحتى العطل. إذن كاين مشكل في تدبير شؤون الأسرة في المغرب. سنويا تيتزوجوا 235 ألف مغربي ومغربية، مقابل هادو اللي تيتزوجوا 235 ألف قبلتهم واحد آخرين 131 ألف تيطلقوا في السنة. أي في السنة 360 طلاق يجري يوميا بما فيه السبت والحد، أي 15 طلاق وتطليق يتم في ساعة. بمعنى في هذا البرنامج قبل ما نكملوا غادي يكونوا 15 الأسرة طلقات. في مقابل 100 مغربي ومغربية يضع طلب الإذن بالزواج، يضع في نفس الوقت 50 مغربي ومغربية طلب الطلاق. في 2020 مثلا وضع 190 ألف مغربي ومغربية طلب الزواج، مقابلهم وضع 105 ألف مغربي طلب الطلاق، أي أكثر من النصف، 55%. هذه الإحصائيات ماشي من عندي، من عند المجلس الأعلى للسلطة القضائية في آخر تقرير له. نبقاو دائما مع الإحصائيات التي تقول الكثير. 5% من الفتيات الشابات تيتزوجوا هما قاصرات، أي العدد هو 11800، ولكن القضاء تيرفض 60% من الطلبات. هذا في 2021 مثلا. تعدد الزوجات، شحال من واحد مغربي تيعدد الزوجات؟ 0.6% من مجموع الطلبات، والقضاء مرة أخرى تيرفض حوالي 50 إلى 60% من طلبات التعدد للرجال، تعتبر بأنه لا يرى مبرر لهذا التعدد. ماذا تعني هذه الأرقام؟ تعني أن هناك مشكل يجب حله، وهناك مساطر أخرى غير قضائية يجب سلكها، وهناك مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية وراء ارتفاع حالة الطلاق وتراجع الزواج. المشهد الثاني: الأحزاب عنوانها في هذا الموضوع كم حاجة قضيناها بتركها للملك. الأحزاب سواء في الحكومة أو في المعارضة تنفست الصعداء هي الأخرى. لماذا؟ لأن الملك أزال عنها هذا العبء الثقيل واستخدم مظلة إمارة المؤمنين، فجنب الأطراف السياسية كلها ما يمكن أن نسميه حقل الألغام. في الحقيقة أن جل هذه الأحزاب بغض النظر عن مواقعها لا تمتلك أي مشروع حقيقي لإصلاح مدونة الأسرة أو أي مشروع آخر. حتى وإن كان عندها مشروع فإن هذه الأحزاب تفتقر إلى الجرأة أو القوة للدفاع عنه أمام مجتمع محافظ أو أمام الدولة التي تملك مشروعها الخاص ومشروعيتها الدينية، والتي لا تقبل أن يتقاسمها معها أحد. المشهد الثالث: الجمعيات النسائية، يمكن نقولوا ناشطين. الجمعيات النسائية رغم ضعف تمثيلهن في المجتمع حصلنا على الكثير من المكتسبات، لكن الباب مازال مفتوح لخسارة بعضها. إذا اتضح أن المجتمع غير راضي لهذا جرى تمديد فترة النقاش العمومي قبل صياغة النص، أي اختبار ردود الفعل، بالون اختبار معروف هذا في السياسة. زواج القاصرات أصبح عمليا غير ممكن، تتحط في 17 ولكن ما يجاوبك القضاء غتكون البنت وصلت ل 18. الحضانات توسعت ليصبح بإمكان المرأة الاحتفاظ بأطفالها حتى عندما الزواج من رجل آخر. النفقة، تدبير الأموال شهدت تغييرات لصالح المرأة. بيت الزوجية صار خارج تقسيم التركة. الولاية القانونية أصبحت مشتركة بين الرجل والمرأة. والأهم أن تعدد الزوجات أصبح في خبر كان، وإن كانت نسبته في المغرب كما قلت لا تتعدى 0.6%.
لكن زواج المغربية من الأجنبي غير المسلم لم تمر، وإعادة النظر فيه للذكر مثل حظ الأنثيين لم يمر، وأشياء أخرى كان الفيتو العلماء فيها حاسم. المشهد الرابع، الخاسرون الكبار. لكن في هذه الحفلة من خرج قلقا أو خاسرا أو متوترا؟ إنهم الذكور وعموم الرأي العام الرجالي. هؤلاء لا يعبر عنهم لا حزب ولا جمعية ولا نقابة ولا مجلس علمي ولا غير علمي ولا حتى حكومة ولا برلمان. البرلمان الوحيد الذي يعبر عنهم هو برلمان الواتساب ومجلس الفيسبوك. هنا يتداولون إحباطهم عبر نكت سياسية وقانونية وكاريكاتورات غير قابلة للعرض إلا على قنوات بلس دو 18. لكن ممكن أن نعرض هنا بعض النكت التي تعبر عن مخاوف ومطالب معسكر المنهزمين إن صح التعبير في معركة حقيقية لا مجازية. تعتبر النكت أكثر التعبيرات التي تعكس العقليات والانطباعات وعميق ما يفكر فيه الإنسان. تقول النكتة: دارك اكتبها في اسم أمك، وإذا فكرت في الزواج وهذا مما لا ينصح به تزوج امرأة مطلقة، اسكن معها في بيت طليقها، وكل شهر اتصل بزوجها السابق على الهاتف واطلب منه أن يبعث لك النفقة. هناك مبالغة، لكن هذا واقع يجب أن نتحدث عنه. نحن الصحفيون لا نتحدث إلا عن القطارات التي تصل متأخر. مع هذا أبدي بعض الملاحظات على مشروع القانون ما دام المجال مفتوح للنقاش العمومي، وأبدي 4 ملاحظات نقدية إن صح التعبير. أولا، هناك مبالغة في تدخل القانون فيما لا لزوم لدخول القانون فيه، والأجدر تركه لشؤون المجتمع، لثقافته، لوعيه، لمستوى تطوره الاقتصادي. فلا يعقل أن يحشر المشرع نفسه في كل شيء داخل الأسرة، داخل البيت، حتى في طرق احتساب عمل المرأة في المنزل، ومتى بدأ ومتى توقف، وهل إذا كانت الخادمة في المنزل سيتوقف احتساب عمل المرأة أم لا، وإذا غابت وسافرت هل ستدلي المرأة أثناء الطلاق بما يثبت أنها كانت ترعى منزلها وأطفالها. واش غادي نديرو كونطابل في كل بيت لاحتساب الكد والسعاية؟ هذا سيعقد الأمور أكثر ويصعب الزواج في بلاد تشهد ظاهرة العزوف الشباب فيه عن الزواج ارتفاع كبير. ثانيا، الحل الهندوسي. أحمد الريسوني عالم كبير ومتخصص في مبحث المقاصد، مقاصد الشريعة، اعتبر أن المرأة ستجد حقوق كثيرة في مشروع المدونة الجديدة، وستعثر على مزايا عديدة، لكنها لن تجد رجلا مستعد للزواج، وربما تصبح مثل نساء الطائفة الهندوسية التي تدفع أموال باهظة كمهر للرجال للزواج. ربما الشيخ يبالغ وهو خفيف الظل وصاحب نكتة إلى حد ما، لكن لا بد من الانتباه إلى نتائج الإحصاء العام الأخيرة التي أظهرت أن معدل الخصوبة نزل في 10 سنوات الأخيرة بشكل مهول. ومع هذه الرجة النفسية التي أصابت الشباب العازب حول اقتسام الثروة المتحصلة من فترة الزواج، وكأنهم كلهم إيلون ماسك، وهي في جزء منها مبالغة، فإن الإقبال على الزواج هو في تنازل منذ مدة طويلة، وهذا لا يتعلق فقط بالمدونة، إنه نمط عيش الشباب وآثار الحداثة التي تضرب في كل بقاع العالم. لكن لا بد من الانتباه إلى هذه النقطة، لا بد من برامج تشجع فيها الدولة أو تبسط على الزواج وإجراءاته وتساعد لما لا كما في بلدان أخرى على الزواج وعلى الإنجاب. الملاحظة الثالثة، لا يجب أن ننسى أن الآليات التي اعتمدناها للوصول إلى توافق مجتمعي حول نص استراتيجي حساس مثل مدونة الأسرة آليات استثنائية في جوهرها، وأنه لا بد من الاهتمام بتقوية المؤسسات التمثيلية في الحكومة والبرلمان التي من المفروض أن تمثل أفضل تمثيل رأي الأغلبية والأقلية. ولا يجب على هذه المؤسسات التمثيلية البرلمان والحكومة أن تتعلم العجز وأن تصبح مثل عمال جلوفو يوصلون الطلبيات ولا دخل لهم في الوجبة ولا مقدارها ولا كيف أعدت. إذن لا بد أن ننتبه في غمرة هذا الفرح بالتوافق إلى أعطاب مؤسساتنا التمثيلية. رابعا، لا بد لكل الأطراف التي لها مطالب حداثية أو تقليدية عصرية أو
محافظة في من قانون الأسرة أن تخفف من اعتمادها الكلي على قانون واحد، تريد أن يلعب القاطرة الرئيسية في مشروعها المجتمعي. المدونة ليست حقيبة سفر نجمع فيها كل الأشياء. دعوني أشرح. بالنسبة للجمعيات النسائية، أحوال الأسرة يتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والتعليمي والإعلامي والثقافي، وعلى هذه الجمعيات أن يلعبوا دورهم. فتاة في البادية لا يمكن للقانون أن يحل كل مشاكلها. فتاة في البادية تنقطع عن الدراسة في المرحلة الابتدائية لأن المدرسة الإعدادية بعيدة عن دوارها أو قريتها بعشرات الكيلومترات. ماذا تفعل أسرتها الفقيرة وغير المتعلمة؟ وماذا باستطاعتها أن تجابهه أمام تقاليد تخاف من العنوسة بين قوسين؟ كيف تريدونها ألا تتزوج قبل 18 سنة؟ زواج القاصرات جزء منه عند وزير التعليم، وجزء عند وزير المالية، وجزء عند وزير الثقافة، وجزء عند وزير التجهيز والنقل. فلماذا نحمل كل هذه المطالب في المدونة ونضعها أمام قانون الأسرة؟ استمعوا شوية إلى صوت المثقفين والمفكرين والفلاسفة. أنتم لا تستمعون سوى للسياسيين ورجال الدين وتقنيي النصوص القانونية، وهؤلاء على أهميتهم لا يتعاملون سوى مع الجزء الظاهر من جبل الجليد، ولا ينظرون إلى الجزء الأكبر الموجود تحت الماء. قبل 10 سنوات كنت في وفد صحفي استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر رئاسة الحكومة في أنقرة، ولما فتح مجال الأسئلة سألته عن سر النقلة الاقتصادية الكبيرة التي أحدثها حزب العدالة والتنمية التركي آنذاك في البلاد. فرد علي أردوغان بجملة بسيطة ما زلت أتذكرها إلى اليوم. قال: دخل أكبر، مشاكل أقل، لا يوجد سر. لقد ضاعفنا معدل دخل التركي في 10 سنوات، وبذلك قضينا على عدد من المشاكل. المال أكثر، مشاكل أقل. المال أكثر، مشاكل أقل. بالنسبة للاتجاهات المحافظة، القانون لا يحل كل المشاكل ولا يقوم كل الانحرافات. هناك دور للتربية والدعوة بالتي هي أحسن، والتوعية الدينية على أخلاق العدالة والمساواة والتسامح والسماح والتضحية، وحل الخلافات بطريقة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي النهاية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا تكونوا ذوي نزعة قانونجية، جوريديزم إن صح التعبير، تريد أن تستعمل الزجر القانوني في كل شيء. سينتهي الأمر بخلق ازدواجية في الواقع بين النص القانوني والنص الواقعي، وكلما ابتعد المجتمع عن القانون تبدأ المشاكل. انتهى المحور الأول في هذه الحلقة، لكن الأسئلة الحقيقية ما زالت معلقة. هل هذا التوافق كافي؟ هل المجتمع راضي؟ من سيدفع الفاتورة الإصلاحات؟ سنتابع هذا في الحلقات القادمة. أعرض معكم في الجزء الثاني من بودكاست كلام في السياسة بسرعة توقعاتي لأحداث 2025. أنا ماشي عراف وماشي منجم، والذي يقول لكم إن التنجيم حقيقي ذكروه بمقولات كذب المنجمون ولو صدقوا. لكن تعالوا نتفق على شيء. الصحفي شغله أن يفهم الأحداث، يجمع المعطيات ويحلل ويربط المدخلات والمخرجات بناء على السياق وتاريخ وتجارب، لكنه لا يقرأ فناجيل القهوة، بل يشير إلى المسار العام المحتمل مع دائما وجود احتمالات الخطأ والصواب. نبدأ بالمغرب، وأعطي له عنوان الرهانات والفرص والمخاطر. أتوقع أن رئيس الحكومة لن يكمل السنة المقبلة في منصبه. علاش؟ شعبيته نازلة بشكل كبير، والمصيبة الأكبر كانت في دخول شركاته للتحالف الحكومي، وكأنه يلعب مونوبولي مع إقصاء كل من يخالفه في الرأي في مؤسسات الحكامة. وبالطبع هناك موضوع تضارب المصالح الذي صار كابوسا ليس له فقط بل للبلد والسياسيين كلهم. لهذا من المحتمل أن يغادر منصبه قبل نهاية عهدته ويعوضه شخص آخر في المنصب من حزبه أو من خارج حزبه من داخل التحالف ربما. أما الاقتصاد فجديده قليل، البطالة ثابتة والاستدانة صاعدة، لأن المشاريع الكبرى التي يهيئها المغرب لموعد 2030 غالية جدا، والثقة شحيحة خصوصا في الأبناك، ولجوء المواطنين إلى الكفر فور
الذي صار أفضل من البنوك بسبب سياسة وزارة المالية التي تقول للناس هاتوا 5% من فلوسكم مخبية وعفى الله عما سلف. لكن الناس قد يكونوا مخبئين تحويشة العمر، فكيف تطالب منهم أن يدفعوا ضريبة عليها بعد أن دفعوا ضرائب أخرى عليها؟ الناس ربما ستخرج أموالها من الدورة الاقتصادية، وهذا خطير. لهذا على القجع أن يراجع أوراقه في هذا الملف. هذا عن الكأس الفارغ. دعونا نتحدث الآن عن الكأس المملوء، عن الجانب الإيجابي. أرى أن قضية الصحراء المغربية ستشهد تطورات إيجابية. ممكن نشوف بريطانيا تلتحق بالركب الفرنسي والإسباني بدعم المقترح الحكم الذاتي كحل وحيد ممكن لإنهاء النزاع الصحراء بعد فشل الاستفتاء الذي استغرق 35 سنة دون الوصول إلى حل. لأن الجزائر لم تتخلى عن سياسة الحجرة في الصباط. وطبعا وجود ترامب في البيت الأبيض سيساعد، خصوصا إذا تعززت العلاقة الاقتصادية بين واشنطن والرباط أكثر، ودخل العم سام في شركات ربط دول إفريقيا بميناء الداخلة مثلا وأشياء أخرى. ملف الصحراء عندها ممكن يتقدم أكثر، وممكن يخرج من الأمم المتحدة، وهذه هي بداية نهاية النزاع ربما. الجزائر أعطيه عنوان الحراك يعود ولو بشكل آخر. أما الجزائر فالوضع هناك أشبه بمسلسل درامي لا ينتهي. الرئيس المدني مجرد غطاء شفاف للحكم العسكري، ولم ينجح عمي تبون سوى في إسكات الشارع وتخويف الصحفيين والمثقفين والنقابيين وكل صاحب رأي. الاقتصاد ضعيف وخام مداخل البترول والغاز. الشارع مكبوت، لهذا ربما يعود الحراك للشارع بأشكال جديدة. والعلاقات مع المغرب إذا لم يجد النظام الجزائري حلا لأزماته الداخلية المعقدة فقد يقترب أكثر من الخطوط الحمراء للصراع مع المغرب. فكما يقول المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، المغرب مشكلة جزائرية. غزة، حرب تنتهي وأمل يولد. الحرب في غزة ستنتهي في بداية هذا العام لأنها صارت بلا فائدة لأي طرف. أصبحت حرب بدون رهانات. إسرائيل قتلت 46 ألف إنسان ودمرت غزة، ومعها دمرت سمعتها الدولية. أصبحت متهمة بأخطر جريمة على الكرة الأرضية، الإبادة الجماعية. حتى ترامب هدد الجميع، إما أن تتوقفوا، إما أن توقفوا الحرب، وإما أنني قادم. والنتيجة حماس قد لا تفقد سيطرتها كليا على غزة، لكن بالأكيد ذراعها العسكري سيتراجع. الفلسطينيون سيعيدون قضيتهم للواجهة. نتنياهو سيذهب هذا العام إلى السجن أو التقاعد السياسي. لهذا أمام الحركة الوطنية الفلسطينية بكل فصائلها فرصة كبيرة للالتحام وإعادة بعث الروح في مشروع واحد للفلسطينيين، خاصة إذا انسحب محمود عباس من إدارة السلطة ونظم انتخابات جديدة. إسرائيل صورتها الدولية تضررت بشدة، والتغيرات قد تكون دراماتيكية داخلها بعد أن تضع الحرب أوزارها وتدق ساعة الحساب. سوريا بعد 13 سنة من الحرب هل تدخل إلى عهد السلام؟ في سوريا الجميع منهك وكل شيء وارد، لكن الحرب الأهلية ليست على قائمة مواعيد أحد. الجولاني يحاول أن يظهر كسياسي براغماتي، لكن هل سيقنع العالم؟ الدعم التركي والقطري والأوروبي وحتى الأمريكي قد يكون ضروريا لإعادة بناء البلاد. لهذا سيتعلم الحكام الجدد فن تدوير الزوايا وفن قص اللحي. لكن لا تنسوا إسرائيل وداعش وحتى بعض دول الخليج كلهم يتربصون ومستعدون لإرباك أي استقرار أو تغيير في عاصمة الأمويين، بلاد الشاعر نزار قباني الذي وصف دمشق بأنها مدينة تواجه المحن بقوة وتظل دائما مدينة الصمود والجمال، قائلا: دمشق التي تعلمت على أبواب مساجدها أن الدين لله وأن الوطن للجميع. نتمنى أن تنجح هذه التجربة وأن يضمد السوريون جراحهم. أمريكا، ترامب يبعثر العالم من جديد. أما دونالد ترامب في هذا العام المقبل الذي سيتسلم فيه السلطة
سيعيش معه النظام الدولي في حالة لا يقين وبعض الفوضى إذا غير شوية من أسلوبه القديم، وإلا سنكون أمام فوضى كاملة. ترامب سيحاول فرض قواعده على الصين وعلى أوروبا ولو خارج مدونة التجارة العالمية، ما قد يؤدي إلى زعزعة النظام الدولي أكثر، والنتيجة أن الصين ستستمر في صعودها ولن تتوقف، ومعها دول بريكس التي ممكن أن تشكل قطبا أكثر حيوية في اللعبة الدولية. لهذا حذر كيسنجر منذ زمان من أن انهيار النظام الدولي أو غياب القيادة العالمية قد يؤدي إلى فوضى عالمية أيضا، واعتبر أن الدول بحاجة إلى العمل معا لإيجاد حلول للأزمات العالمية مثل الإرهاب، التغير المناخي، الصراعات الإقليمية والفقر وغيرها. لكن من يسمع للثعلب الذي رحل قبل أشهر من رجال ونساء ترامب؟ في فرنسا أتوقع أن تسقط حكومة بايرو مرة أخرى، وربما يجد ماكرون نفسه مضطرا لمغادرة الإليزي قبل الأوان. انتخابات رئاسية مبكرة محتملة جدا. هكذا تكون هذه لائحة توقعاتي لعام 2025. لو تحقق منها 70 أو 80% اعتبروني محلل شاطر، ولو تحقق أكثر لا تخافوا، لن أشتغل قارئ فناجين في جمع الفنا. ختاما أقول: الانحطاط تمرين لم يسبق لأحد أن فشل فيه، عكس الرقي والترفع والتسامح. لهذا لن يخرجني أحد مهما فعل عن صوابي وعن وجهتي وعن بوصلتي. نعم، يكون الكلام حيث يكون الألم، كما قال المحلل النفسي الشهير جاك لاكان. وأنا اليوم سأستمر في الكلام رغم الألم، إن أريد إلا المساهمة في رفع الوعي وفتح إمكانات أخرى في وجه المحتوى الرقمي إن استطعت. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سنة سعيدة، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل في السنة الجديدة.